انت من المانيا وما تعرف وين تاخذ عائلتك بأعياد نوروز؟ الحل يمنا. اجمل الحفلات العائليه راح تكون بالمانيا مدينه كولن يوم 18/3 يوم السبت مع النجم العراقي العربي صلاح حسن. واقول انساه ومن باله شيله. أعياد نوروز وماكو ويانا الدبكات الكردية؟ اكيد راح نسمع اجمل الدبكات الكرديه من النجم هاجار طارق شيخاني. القرمشيد وين هيدا هردو تشوف مال الفيدا. وراح يكون الحفل ميكس عربي كردي. وأكيد همنا رح نسمع الدبكات السورية ويا النجم نوار الأمير. واكيد بوجود المايسترو المبدع اوسي راح يكون الحفل نار. وحبي والقاعة. القاعه راح تكون ملكيه ومن اجمل قاعات مدينه كولن. وطبعا يتضمن ويانا الحفل جوائز قيمة. لكل العوائل اللي جايه بالحفل. وانتوا لي هسه شنو تنتظرون؟ اتصلوا وسارعوا الحجز لان المقاعد جدا محدوده. ننتظركم بالحفل. القرمشيد وين هيدا هردو تشوف مال الفيدا. هنا أنا مثل قاعد تشوفون عندي قطع اللحم غسلتها كل الزين. لازم تفرغون لازم تنظفوها كل الزين يعني من الدم. ونبدأ ننزل. هنا أنا حطيت عندي مي، طبعا هو بس على قدي يعني. هنا عندي الكمية هذه راح نحط فوقها، ما حنخلي بهارات أبد، فلفل أسود وورق غار وملح ونقبغ عليها بس. ننتظر عبال ما يصير اللحم نجهز باقي الشغلات. هسه ننزل ملح مثل ما نريد على قد احنا نريده. وراها ننزل فلفل اسود همينه بكميه احنا نريدها. طبعا انا عندي هذا من اللي اجيبه كل زين، احط هيك شويه تمام. وهمينه من تطلع السفره نرجع نخلي الفلفل الاسود فوقها. وهنا عندنا ورق الغار، هذا من التركي همينه اجيبه دائما، واحط ورقتين 3 فقط. شنو نجهز الاغراض؟ راح اسويها بوتيتا وباذنجان فقط، ما حسوي غير. اكو عالم تحطوا اياها هواي شغلات، بس انا احبها بالبوتيتا والباذنجان، تطلع وياي كلش طيبه. طبعا هاي البوتيتات مو اثنين هناليه، واحده راح اسلقها الكوكي والثانيه راح اشتغل بيها انه اسوي الكوكي همين اكل لانه ما يصير ياكلوا وياي. طبعا شوفون هاي السكينة الجربوعة تجنن، اموت عليها. هسه نبدأ نقصص. هسه شنو ننزل هنا بس مال الكوكي، لا حنسويها بهاي الطريقة. طبعا دائما من اسوي اكل اسوي الكوكي وياي، نقطعها هيجي وذني اسلقهن واهرسهم بالخلاط فقط، لا ملح ولا اي شيء. واحط وياها زيت مال اطفال، هذين المكملات الغذائيه اللي فيتامين اي ودي وذني السوالف فقط. هذا الشكل مال كوكي نحطه على سطحه. هسه شنو هذا؟ باذنجان ملك الطاوه، وحش الطاوه. يعني كلش احب الباذنجان بالطبخ، نقطع اللحم. هسه شنو نقطعهم من نفس الطريقه. نحاول نقلي اسرع وقت، لانه مثل ما تعرفون مثل ما تعرفون يقلب راسا لونه اسود. اذا عندكم طريقه عشان نحافظ على الباذنجان اكتبوا لي ومنكم نستفيد. طبعا هاي اني اتخبل من عندها، فاني دائما اشيلها احطها بالثلاجه، او مرات او لا. تعرفون ايش حسوي فيهن ذني؟ هذين الاثنين راح اخليهم ويا اشياء كوكي واهرس لياهم بالخلاط. ولا مره ما اكل باذنجان فلازم اوفر. بس هذني فقط نحط لهم ملح. نبدا نملح. نبدأ نخبطهم شوية، لأن هذا طبخ بس لي وحدي يعني ماكو حد وياي. لا تقولون ايه هيفاء وما اعرف شنو، هذا اني وحدة حاكله. هاي احس لازم تنقسم.
هيجي هسه بيرفكت. شنو راح ابدا انزل الزيت واقوم اقلل اشياء، ما احط هوايه، احط بس هيك لانه الطاوله كبير عندي. هذا الزيت دائما اللي استخدمه اذبه، يعني ما ابقى اسوي بيه كل مره، يعني على قد الشغل وراها ينذب. نقول بسم الله وراح نبدا ننزل. احط الهيزم، احط الهيزم شايفين الفقره. اول ما تجيكم وانتم تقلون لا هي ياكو بعض. لا خليني احط بعض. انا سويت لي نسكافيه، دا اعدل جمجمتي. هسه شنو راح ابدا انزل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. هناك عندي الكتفه جهزت. هاي هنا طبعا عندي اللوز قاعد يصير. انا اللوز اجيبه هيك حبته بشوفون واقشره، يعني افلسه واقشره واقوم اقلي، لانه بصراحه انا اشوف هذني اطيب. انا ومنو اجا هلا وغلبه حلوين. يلا هاي شو خربت؟ خرب شكلها خربت. تن تن تن. كوكي قاعد يسوي هيك بيها. زين هيا كلوبي كوكي. نسوي مفلسة تمام وراح اقلي هناك عندي كل شيء صار. انتظر اللحم يصير وابدا اطبق الاكل. طبق هي هاي. ابي طبعا هيك صار لونه. هسه شنو ننزله فوق الزيت. حطها شوكولاتة وهاي هسه حغسلها باعوا، لانه بسبب هذا صار هيك حوالي. هسه حنظفها واسوي بيها اكل كوكي، لانه هي اصلا بالاساس مال كوكي مو مالتي. فهسه راح نكمل هاي وننظف هاي ونسوي اكل الهاي الجميله. نونو يبوع بالقاع. ماما هيدي طبعا دي يرجع من كيفه. نانا قد شنو حركه ما يقدر. طبعا همين اجهلكم مثله. طبعا ما يقدمون لي قدام بس يرجعون لي ورا. تعال ما يقدمني قدام ابدا بس لي يرجع لي ورا. باعوا رجلينات شلون يعني هيجي الزحف مالت المشي لي ورا. شوفوا هيك يمين يسار ورا، اما لي قدام ما عندي اي محاولة. هذا الشيء طبيعي اكيد. ما اعرف بعد اذا اكو مشكلة او شيء كتبوا لي بالتعليقات او فوتوا لي على الانستغرام وقولوا لي شنو حلها. قلبي هاي شو حطت منى هي وحدك. طبعا اشيلها ويرجع يحطها. حطها هنا احبها. ها شوفي اشيلها واحطها بحلقة. فجيت لابك. هسه شنو بدينا نجهز اكل كوكي. مثل ما قلت لكم هنا عندنا بوتيتا وباذنجان. هم انا راح اوفى ينسلق وبعدين ادقه بالخلاط مال الاطفال ونقول لهم بالعافيه بيبيات الجميلات. باقي هنا الخلطه وهنا السر اللي دا احكي عنه من بدايه الفيديو. طبعا المقلوبه حسويها بهذا التمن. هذه التمن اللي حتى قصيره. هذا صورته تقدرون تاخذوا له صوره وتاخذوه تشتروه من التركي. راح نخلي حسب الكميه وهمينا راح نخبط وياه تمن ابو حبه طويله اللي هو محمود. راح نحط منها شويه ومنها شويه. مثلا اذا انتم مسوين جلاس سووا النص منها ونص منها، على كل شيء سووا النص. فراح نسويه سويه ونشوف شنو الطعم ونقول لكم. يلا ننطلق. لازم ناخذ التمن نغسله وننقعه شويه، يعني تقريبا حدود ربع ساعه مو اكثر ونوفر بعدين نطبخه. من عندنا استوى اللحم شو نسوي؟ نجي نقلي. اخذ هذا الماء الموجود لانه ما عندي غيره. عندنا الروزماري هنا نكسر همينه تحطون شويه وياها وانتو تقلون راح ينسى طعم رهيب. تمام هذا الروزماري موجود بالليجل انتو تقلون حطوه وياه. جربوا هاي الطريقه وادعولي. ورا ما كملت هنا انا رجعت غسلته بعد مره بس بعد هذا اللون بيه. ليش؟ لانه هذا بنشويات كلش عاليه التمن، فابقوا غسلوا بيه لحد ما انتم اللون اللي تريدوا. تمام عبين ما يصفى اللون. انا هنا عندي بالحقيقه كلش صافي. او هنا عندي زيت بيصير همينه. راح ابدا انزل المواد شوي شوي.
أنا بديت أنزل الأشياء. طبعا عندي الباذنجان ذاب فراح أحطه بالمقدمة، تمام، أحطه بين التمن وبين اللحم والبوتيتا وذين السوالف. أني أنزلهم. صراحة أحط اللحم همينه، وراح نحط فوق هذا كله ده راح نحط ماجي باودر. أنا ما عندي ماجي باودر، بس عندي ماجي العادي اللي هو راح أفركه بإيدي وأسويه مثل الباودر. كلكم سووا نفس هاي الطريقة. أنا عندي البوتيتا همينه، أنا عندي التمن راح أبدأ همينه أنزله. مو نفس المي، لا، أنا عندي هناك مي اللحم شوية حسبتي، باقي عندي شوية لأنه أنا ما حطيت مي، وهذا غلطة كانت من عندي. فيلا عادي، كل ما واحد يغلط يتعلم من غلطه. طبعا تشهي جربوها وادعولي. طبعا هاي مو أول مرة أنا أسويها، ديش المرة سويتها بس ما صورت، بس المرة حبيت أخذكم وياي بهذا الفيديو الحلو. مو بس أنا أتعلم، الكل يتعلم. أكيد هواي عالم راح تقول إنه إحنا نعرف، أوكي أنا وياكم تعرفون، أكو ناس ما تعرف. هسه أكو أشياء أنا ما أعرفها وأتفرج فيديوهات وأتعلم. ماكو واحد إجا من بطنه ما يعرف كل شيء. بابي هذا الماجي قلت لكم عليه هيك تكسروه، نعم، يصير مثل الباودر. هذا موجود العفو، هذا موجود بالتركي همينه. هسه اصور لكم الباكيت مالته، يجي شكله باو وكل زين. انا دائما استخدمه. هسه شنو راح اغطيها بالماء وعفوا تتهدر على نار ناصيه. من اجي الصبح اشوفكم. فقرات التعذيب. طبعا كوكي صار جاهز اكله، وهذا عسل مالته، بس هو ما يقبل ياكل. همي يا ماما همي. نفس العبانة. والله طيب باذنجان، والله طيب باذنجان وبوتيتا، بس بصراحة البوتيتا كلش طاغية عليه، يعني بس لون، بصراحة هذا بس لون. صحة يا ماما. ما عندكم هيك جهال؟ يا عمري في ديتا عيوني حلو. لا يا قلبي، يلا توسخت لي هدوم، خراب حظي. استني بدلت له. صحة، بس خلينا نشوفكم ايش حيسوي على العصير. صح، طبعا هذا عصير مال هيجي اعمار، اشتري من الدي ام. هم من هسه اصور لكم اياه هو والزيت. حطيت زيت بس ما صورته، نسيت. من يشوف عصير يا ويلي يما قلبي. يلا بالعافيه. يابا جهز الاكل مالته، وهناك اكو واحد يريد يفترس الاكل الجزريه. نونو هنا انا عندي المقلوبه صارت جاهزه، هي لازم تنقلب بس ما حاعرف شلون اقلبها لان ماكو احد يساعدني. صارت هيجي مثل ما كل مرة أسويها تموت. هاي بدوة ويلي تشوفوا. هسه هاي أصلا هذا كله شي هواية، بس خلاص مو مشكلة، يبقى اليوم وباكر. أنا أشكله باللوز. هنا عندنا الزيتون، وهنا عندنا هنا المقلوبة، وهسه راح اطلع شنو يابا اللبن، واقول بسم الله وسهم الله العافية. وطلعت الجنة والطعم ولا غلطة. تموت. انصحكم كلكم تجربوها وكلش طيبة. بالله انهي الفيديو وياكم. هذا الزيت اللي انا قلت لكم عليه باعوه، هذه صورته اللي ينحط ويا الاكل، وانصح الجميع يجربه. ومن يا حلوين نشوفكم فيديو جديد مثل ضحكة كوكي حلو. فباي باي.